هالو، كيف حالكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. اتفضلوا كوفي معايا. بعتذر لكم جدا جدا على التأخير. حلقة ورا مصنع الكراسي كانت المفروض تكون من كام ساعة، النهاردة السبت عندكم، لكن صدقوني غصب عني كان يوم دوشة كتير من شغل وحاجات كتير. المهم، اسم الحلقة هيبقى مثير شوية، وهبتدي أشرح فيه حاجة محددة كوجهة نظر، وبعدين أتكلم على حقائق كالعادة اللي انتم متعودينها في حلقات ورا مصنع الكراسي. اتعودنا من واحنا صغيرين يضحك علينا بأسطورة وبأكذوبة إن الكنيسة مستشفى، مستندة من الآية مستشفى. هي طبعا مستشفى، لكن أنا بحب أهزر. مستندة من الآية لما آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة، والأصحاء مش محتاجين العلاج، لا دول هم المرضى. فالكنيسة استمدت هذا الاسم وقالت إن هي بتقبل الخطاة، وقالت ان هي بتعتبر ان الناس اللي فيها مرضى محتاجين للشفاء، واحد مريض بالسرقة، واحد مريض بالنصب، واحد مريض بالزنا، فهي از اكسبت دول وتحاول يعني تشفيهم او تساعدهم على التماثل للشفاء حتى يعاد ان هم يدخلوا ويندمجوا في المجتمع. طبعا الكلام ده كشري، يعني الكلام ده بطاطس، الكلام ده ولا بربع جنيه. الكنيسة القبطية فعلا بتقف مع المجرمين، بتقف مع الخطاة، بس مش عشان تعالجهم. لما يكون واحد مجرم فالكنيسة القبطية بتقف معاه لأن ليها مصالح معاه، لكن ممكن تخترع جريمة لحد عشان تشوه سمعته وعشان تدفنه في مكانه وتهرب من طولة لسانه أو تهرب من مواجهته بالحق. اتعلمنا برضو من واحنا صغيرين ان النبي أو يوحنا المعمدان، وهو أعظم من النبي زي ما بيقولوا، اللي هو يحيى عليه السلام اللي عند المسلمين، إن هو كان بيوبخ هيرودس ويقول له لا يحل لك أن تتزوج بامرأة أخيك. وكان دايما أطلق عليه إن هو صوت صارخ في البرية، لدرجة إن إحنا كنا مهووسين بشخصية يوحنا المعمدان، وإن يوحنا المعمدان اللي يعني كلمة فعلا صوت صارخ في البرية دي كانت الكلمة دي تهز. فالكنيسة القبطية هل هي بتبقى صوت صارخ في البرية؟ نستعرض مع بعض. جرائم بنيامين بتاع المنوفية من زنا وتحرش لا، هو مفيش حاجة اسمها تحرش بصراحة، هو زنا بس، وطبعا الزنا ده بيبقى بالاتفاق. ومن جرائم أخرى إيه باختصار؟ هل الكنيسة لفظته؟ ما لفظتوش. طب نروح للواد المطران اللي اسمه مرقص العويل، الشهير باسم العويل بتاع شبرا الخيمة. هل الكنيسة لفظته؟ بجرائم مسندة، بناس راحت اشتكت، بصور نزلته في جريدة الشروق. هل الكنيسة لفظته؟ أبدا. هل الكنيسة اتكلمت لما راح خد حتة أرض من واحد جناوي، الله يسامحه بقى خدت حتة أرض كبيرة وباعتها، باعها مرقص بأكتر من حوالي مش عارف كام مليون، ودب الفلوس في كرشه، وكان معشم الراجل الغلبان انه هيبني كنيسه على اسم ابوه، هيبقى القديس الانبا ظريف مثلا مثلا. لا. هل الكنيسه كلمته على عدد العربيات اللي عنده ومبنى سان جورج؟ لا. هل الكنيسه كلمته ولفظته او حاولت دعوته من الفيلا اللي واخدها في مدينه الشروق؟ لا. هل الكنيسه كلمته على الفلوس اللي بيديها لخالد منتصر وكمان الدكتورة بنت الباشمهندس اللي اسمها دينا أنور في حربهم ضد الإسلام أو في إصلاحهم ضد الإسلام؟ أنا ماليش علاقة بالقصة دي، بس أنت مال أمك؟ أنت بتدفع لدي كذا مليون وده كذا مليون وده آلافات وده مش عارفة مئات الألوف، وأنت عندك ناس فقراء في قلب إبراشيتك. هل الكنيسة حاسبته على ده؟ هل الكنيسة عالجت ده؟ الكنيسة ما بتعالجش حد. هل الكنيسة عالجت واحد زي وحيد شنودة اللي بيتكلم عليهم وبيحاول يقول ان هو في اخطاء هنا وفي اخطاء هنا؟ ده لو كان في اخطاء اصلا، او لو ما كانش في اخطاء ده مش مشكلتي،
يعني في او مفيش دي مش المشكله، لكن يطلع وحيد شنوده يقول بكل اصرار ان هو تبع الانبا رفائيل الكذاب النصاب. رفائيل هو كمان بتاع وسط البلد، وكمان الانبا بنيامين الممحون المتصابي بتاع المنوفيه، وكمان الانبا بافلي الاسقف العام، ومعاهم كمان الكاهن اللي اسمه انطونيوس باقي. دور الكنيسه ايه؟ دور الكنيسه بتعمل ايه؟ او واحد زي وحيد نصاب، انا ما بجيب لكمش دلوقتي حد جامد بقول لكم حاسبه اسقف، ده مريض، خدتوه طبطبتوا عليه وشافتوه؟ لا، انسان مبتز بيفبرك ادله، او لما بيمسك لحد خطأ ما بيروحش يعاتبه ما بينه وما بينه، بيروح ينشره عشان العوبة وعشان جيم ما بينه وما بين بعض الأساقفة عشان يضرب في توادرس ويعملوا تشتيت كل شوية. اوعوا تفتكروا ان انا نايم على وداني. في واحد راح اتكلم مع رفائيل وقال له على وحيد شنودة، قال له لا انا اسمع بس ما اعرفوش شخصيا وبتاع. لا انت عارفه، وحيد شنودة قدم لي الادله ان انتوا الاتنين مع بعضيكم، وان انت بتدعمه وبتدعم له وبتديله فلوس انت ومين تاني وانطونيوس باقي ومين تالت وبنيامين ومين رابع وبافلي. اجيب اسماء تانية؟ اجيب اسماء ناس عاديين وناس غير عاديين. وحيد شنودة كان بياخد منهم فلوس، عشان كده وحيد شنودة ما كانش بيشتغل. لما كان يمثل وينزل قربايطة كام يوم في كوريا الجنوبية كان اللي هو منظر قدام الكل عشان يخبي ال3 4000 دولار اللي بتجيله. طب ايه اللي خليه يلجأ للنصب؟ سؤال منطقي، لان هو شخصية قذرة. ايه اللي يخليه ينصب على واحدة زي نسمة مجدي؟ ولما جه هو جوز نسمة مجدي السابق او الحالي، ماليش علاقة بالكلام ده، اللي اسمه رامز، يتكلم قال له ده كان في شات جنسي ما بيني وما بين نسمة. يا عم جنسي مين وهبدي مين؟ انت ما تقنعش حد، انت بتحاول تهبد اي كلام عشان نظام فرق تسد. مش دي تعاليم الكنيسة؟ يعني هو خد من الضحيه فلوس، ولما جم يطالبوه بالفلوس راح مطلع بقى نظام يجي يقول لك انا بتكلم على مراتك، انا كان في علاقه ما بيني وما بين مراتك. ادلتك ايه يا وحيد؟ خد صوره من الاكونت بتاعها، الست لابسه لبسها العادي، خدوا الصوره عشان يقول بس ان في حاجه. بعيدا عن الكلام ده يا وحيد، احنا بنتكلم. Excuse me, yes. عليكم السلام. I have a video now. Yeah, we're so sleeping? Yes. Sorry, I have a video now. I am an order. Oh. ما علينا. فهو دلوقتي انت جاي بتتكلم على الاخلاقيات. اخلاقيات مين؟ اخلاقيات وحيد شنودة؟ ولا اخلاقيات الست اللي هي اديتك الفلوس لانها صدقتك؟ وصدقت وحيد شنودة بناء على ايه؟ صدقت وحيد شنودة بناء على انه ادعى معرفته بالقمص انجيليوس ميخائيل سعد بتاع الكنيسة في ميسيسوجا، وبعت لهم ورق مضروب بتاع الكنيسة في تورونتو. ايه ده؟ دعوة مضروبة، كلام مضروب، وفي الاخر خالص لما اتزنقوا وقالوا له الدعوة دي مضروبة والدعوة مزيفة اللي انت بعتها، انت واخد مننا اكتر من 120,000 جنيه غير الفلوس اللي من تحت اللي خدها مينا رشدي. نسيت اقول لكم ان مينا رشدي ساب شبرا وما بيخشش كنيسة ماري جرجس الجيوشي بقاله 3 سنين، ويشاع ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا ان هو ساكن جنب كنيسة ماري مرقس كليوباترا في مصر الجديدة. الكلام ده ابسط حاجة، الكلام ده اقل حاجة. يا ترى الكنيسة داوت ده؟ واحدة اتسرقت، كم أسرة اتسرقت، اتضحك عليهم باسم الكنيسة. الكنيسة داوت ده؟ ما داوتش ده. حد هيقول لي طب انت ايه علاقتك بالمختل تامر عادل فهيم؟ اقول لكم لا اصبروا، خلوه اجلوه ده للاخر، لان انا عايز لسه اخلص حاجة. وصلني ان انطوني حنا ادعى، رفع قضية على واحد اسمه جوزيف ميخائيل، وقال ان هو بيمتلك الصفحة بتاعت هاني شلبي اللي بتهاجمه. لا، هو جوزيف ميخائيل حتى وان كان لينا علاقة زمالة، بس مش لدرجة ان انا ادمنه في صفحتي. ادام من الصفحة بتاعتي معروفين معلومين بنعرفهم كويس جدا.
مش لدرجة إن أنا أحط جوزيف ميخائيل اللي ما أعرفوش غير يا دوب علاقة هو في أمريكا وأنا في كندا وأعمله أدمن في صفحتي. طب الشير اللي باعمله لو أنت راجل يا أنطوني تعال اعمل لي أنا القضية وتعال اعمل لي المحضر بتاع عدم التعرض اللي أنت عملته لجوزيف ميخائيل. لكن أنتوا لأنكم ما بتعرفوش تدافعوا عن نفسكم، ما بتعرفوش تصححوا، ما بتعرفوش تحتووا، أنتوا كل مشكلتكم فقط حاجة واحدة بس، إن أنتوا ازاي تداروا على فسادكم بفساد اكتر. اذا الكنيسه مش مستشفى، الكنيسه مقبره، ودي حقيقه. نرجع لاخر حد هتكلم عنده النهارده في الحلقه بتاعتي. شرف كبير ليك يا تامر يا ابن عايده زكي موريس، عايده زكي مسعود، هرب بورسعيد وبور توفيق وحاطه في امريكا، وانتبت عايده يطلع لها قرنين. ايه اللي دخلك في الحوار معايا؟ اللي دخلك انك مع وحيد شنوده، وان على كلام وحيد وكلام الناس اللي مع وحيد ده بالاكيد ان انت نصبت معاه في النصبه دي. اطلع انكر وقول الكلام ده مش حقيقي. تمسكك بوجودك قدام وحيد ده اللي بيخليك تبقى في الموقف ضدي. انا بالنسبه لي انت شخص ما تخصنيش، لكن اللي يخصني ان انت مع حد نصاب. دي نقطه. النقطه التانيه، شتايمك فيا عادي، ده الكلام المستهلك ودي تعاليم كنيستك، ما بيفرقش معايا. لكن يعني ده افتراضاتك، وان انت تتكلم على مراتي وتتكلم على ماما عادي. امي ومراتي اشرف من امك ومن عيلتك، اشرف من سمر واشرف من عايده، بدليل ان عايده تاريخها معروف. عايده مفيش حد ببورسعيد وبور توفيق. بور توفيق دي في السويس، هي وصلت صوتها للسويس، غريبه. وبور فؤاد وبور توفيق كمان اللي لما شهد بتاريخ عايده من تهريب ادويه وبيعها في السوق السوداء، وكمان تاريخها القذر النجس مع زباين. انا نسيت اقول لك ان مامتك عايده، وده الكلام اللي منتشر جوه الكنيسه، بس هم لانهم جبنه ما بيقولوش الكلام ده في وشك. حتى واصل للانبا تدرس اسقف بورسعيد ان مامتك كانت على علاقه باتنين قبل ابوك. دور بقى واعمل دي ان ايه لنفسك، هتعرف اذا كنت ابن عادل فهيم ولا ابن حد تاني. وبقى اعمل دي ان ايه كمان لاختك سمر. علاقاتك وادعائك كل شويه ان انت مع نسوان ومش مع نسوان، وان انت نمت مع اتنين ومن ضمنهم كانت مرات مينا ديمتري، ده شيء يخصكم، ده مجتمع زباله. لكن انا عندي احساس ان انت شخصيه اسكليت. نقفل المجاري ونقول لكم اللي لسه ما اشتركش يخش عندي ويشترك، لان عندي كتير. الحلقه بتاعت بكره او الحلقه الجايه فيها كارثه كبيره قوي. عندي القناه الاولى بتاعت الجوكر هاني شلبي، هاني الجوكر، وعندي القناه الثانيه بتاعت اللايف دي هاني شلبي، وكمان صفحتنا الوحيده على الفيسبوك. تشاو.